الغرابة في مجموعة مألوف للكاتبة ابتهال الشايب، بذلك الأسلوب اللغوي المدرك لتفاصيل الإنسان وعلاقته بالمكان، وكذلك أنسنة الجمادات. عمدت الكاتبة لاستنطاق كل شيء على نحو مؤنسن، موظفة لأجزاء المكان والإنسان على نحو يعمد لضخ النص بالرموز المتحدثة عن نظرة الإنسان للحياة وسير الزمن، وكذلك على مدى الغرابة في مجموعة مألوف للكاتبة ابتهال الشايب، بذلك الأسلوب اللغوي المدرك لتفاصيل الإنسان وعلاقته بالمكان، وكذلك أنسنة الجمادات. عمدت الكاتبة لاستنطاق كل شيء على نحو مؤنسن، موظفة لأجزاء المكان والإنسان على نحو يعمد لضخ النص بالرموز المتحدثة عن نظرة الإنسان للحياة وسير الزمن، وكذلك عن مدى علاقة الإنسان بأجزائه، حين تشير إلى أن بتر أي جزء يشير إلى الألم النفسي ناهيك عن الجسدي. هنا التعالق بين الإنسان والجسد المادي قائم على حقيقة الواقع الكامنة في النفس والحياة بكل ما تحمله وتجسده لنا. أما عن إسباغ الأدوات بروح الأنسنة، وذلك يعود إلى ضرورة بناء مناخ يسوده التخيل وتتضمنه رؤية متميزة للحياة عن غيرها، وبذلك تسير القصة الحديثة بتقنياتها الجديدة لتقدم للمتلقي طرائقا جديدة من الإفصاح عن خبايا الحياة المتجلية من بوابة الفن، وعن تجرد المرء المبدع عن قيود العقل والوضوح الذي ساد النصوص التقليدية. فهنا مثلت تلك التجربة التي بين أيدينا خروجا سافرا عن تقاليد القص وانغماسه بمسائل تفصيلية دقيقة غابت عن أذهاننا. لنتأمل هنا صفحة 37. يقولون أن جسدي بارد ذوبان، يزيلون ساقي السوداوين كي ينقذوا بقية جسدي. أنظر إليها للمرة الأخيرة، لم أكن أتخيل أن بعض الأجزاء الحرة في جسدي ستتركني للأبد. هذه الرؤية المختلفة لمشهد بتر أجزاء من الجسد يحيل المتلقي لإجراء تلك الحالة المتخيلة، ليكتشف للمحة تدبرا لحال الإنسان وألمه النفسي والجسدي معا، وهو يودع الأجزاء الجسدية. هذه الرؤى تستخدم العديد من التصورات التي تلج النفس والذهن معا، وهدفها إنقاذ السرد من روتينه وإخراجه على هيئة كائن متجدد ومكتظ بالأسئلة، لتقديم رؤية حركية تنساب مطواعة في ذهن المتلقي، لتعرفه بعالم جديد استمد شكله من العالم القائم. لنتأمل هنا أيضا يد 6. صوتي نهيق، يحاولون إسكاتي، لا أستطيع. الحقيقة أقوى من أي شيء، لا أتحمل، لذلك أحمل عدة أفران وعلب كبريت أريها لهم كي يشعلوها ويعيشوا فيها إلى الأبد. يأخذها أحدهم مني بسرعة وأفاجأ بآخر يعطيني فرنا أكبر. تستخدم الكاتبة صيغة المتكلم لتعبر عما يدور في خلد كل جزئية قصصية على حدة بطريقة القصص القصيرة جدا، لتؤكد على ماهية الترابط بين ما يفكره الذهن الإنساني ويتخيله، من ثم لتؤكد على ولوج الفن في كل تفصيلة، لتحقق المتعة الفنية والعبرة الفكرية أيضا. هذه التفاصيل في مجموعة مألوف واضحة في حياتنا، ويعمد الفن على تجليها بطريقة فنية تساعدنا على فهمها واستيعابها بمنظور مغاير، وغاية الفن إعادة صهر الحياة على طريقتها. هذا التكثيف في عرض النسق المكاني تبعا للنفس يخلق مؤثرات لغوية تحرك لدى المتلقي التساؤل، حيث للغة فلسفة كامنة في أسلوبها، وهذه الأجزاء التي تتحدث ليست بمعزل عن خيال يدخل الغرابة عمدا فيها. كل ذلك يبحر ذهن المتخيل لحالات جديدة تساعده في عبور المألوف
وفهم الحياة أو النظر إليها بطريقة تجيزها القوالب الفنية المتعددة. الغاية من بعث الخيال هو أن يستريح القارئ من تفاصيل الضغط والتعب اليومي الذي يكابده. فمن وظيفة الفن القصصي هنا بناء عالم يسوده اللامنطق والجمال عبر تقنية الوصف وتأويل الأشياء ومد الجسور وإيجاد العلاقات ما بين الإنسان والأشياء. ووظيفة الخيال في حياتنا لا تقتصر فقط على المنامات والأحلام، إنما على مخزون الذاكرة الشعبية بما تحتويه من مجموع عقائد، أديان، أساطير، عادات ومفاهيم ناشئة عن الاختلاط والتطور.